هيا امارات، ازيكم؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهارده عايزه اوريكم ازاي تعملوا مكياج سريع وكامل لوشكم وتستعملوا فيه 3 منتجات بس. الطريقه دي سهله سريعه، هيحبوها جدا الناس اللي زهقت من كتر طبقات الميك اب على وشها، سواء فاونديشن او بودره تثبيت او سبريهات. كل الحاجات دي هنتخلص منها وهنستعمل 3 منتجات بس، ومش هطول عليكم اكتر من كده. يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه هنجيب كونسيلر درجه بشرتنا بالظبط، وهنستعمله على الأماكن اللي عايزين نخبيها، ودي طبعا مش حاجة جديدة. هنبدأ الأول بالهالات اللي عند العين. ايه كمان عايزين نخبيه؟ لو الكورنرز بتاعت مناخيرك غامقة، كورنرز الشفايف هنعملها لفوق كده. أنا بحب أفتح الحتة دي شوية هنا، ودي هنا، وعند المناخير خط صغير. بعد كده بنجيب فرشة صغيرة جدا، فرشة دقيقة جدا او صغيرة، او لو تعرفي تعمليها بفرشة الكونسيلر نفسها مش مشكلة. باخد من الكونسيلر نقط صغيرة كده وببدأ انقط بيها على الاماكن اللي انا محتاجة اخبيها بالظبط على المكان، مش بحط كمية كبيرة. هنا عندي جرح قديم كده، هنا عندي بقع شوية، ولو عندنا عروق، أنا عندي هنا مثلا شريان كده أو عرق برضو عايزة أخبيه. عندي حسنات وبقع صغيرة جدا. بنمشي بالفرشة ننقط على الحاجات اللي عايزين نخبيها بالظبط، وطبعا كل واحد فينا بيبقى حافظ وشه وعارف ايه اللي فيه يتخبى وايه اللي عادي ممكن يتساب. بنفس الكونسيلر هاجي اعمل هنا خط كده عشان لما ادمجه يدي احساس ان انا حاطه اي شادو. شايفين فوقه على طول بقى واضح وغامق كانه اي شادو. هنيجي تاني هنعمل هنا. على ما نخلص كل وشنا بيكون عدى تقريبا في حدود الدقيقة، دقيقة ونص. نجيب البيوتي بلندر بتاعتنا ونبدأ ندمج الكونسيلر اللي وزعناه. هشرح لكم بسرعة انا بوزع ازاي عشان تبقوا فاهمين. الجزء بتاع الشفايف انا بطلع بيه الاول لفوق كده مرة واحدة، بعدين بنزل على الخط اللي هو الاجريشن ده اخبيه، وبعدين بطلع بيه على الجزء بتاع الشنب علشان لو عندي اخضرار او اللون الازرق المخضر ده اللي بيطلع مكان جذور الشعر بتاعه الشنب نقدر نخبيه كده. ما تقلقوش من الدقة قوي في الاول لانه احنا لسه هنعمل دمج مرة كمان. هنا هنفرده، هندمجه كده بحيث ان احنا ندي ايحاء كأن عندنا اي شادو فوق عينينا واحنا محطناش اي شادو او حاجة. والكونسيلر تحت العين بطريقة طبيعية، ما بننزلش بيه جامد، هو يدوب بنسيبه تحت العين. واحنا بنعمل هنا بنطلع شوية على المناخير، على الخط اللي تحت بتاع المناخير عشان كمان ننضفها فتدي احساس بالاضاءة. زاوية المناخير باخد منها وبنزل على الخط. كونسيلر اللي فوق العين بمشي بيه لغاية تلت الزاوية الداخلية او النص بالكتير قوي. تاني حاجة هستعملها قلم الروج او ليبستيك. هجيب فرشة بلاش اللي هي بتبقى شوية مدببة من قدام، تخينة كده وناعمة ومدببة من النص، وهجيب الليبستيك بتاعي هعمل بيه شوية كده على الفرشة وهبدأ استعمله كبلاش، نقطة صغيرة واوزعها. لو بعد كده عايزة تاني تقدري تزودي برضو حبة صغيرة وتوزعي. بحط هنا شوية صغيرين عشان كأن وشي طبيعي محمر. دايما بنبدأ هنا الأول عشان ما نعملش بقعة هنا. وبعد كده بنفس الليبستيك مرة واحدة خفيفة جدا وهستعمله كآي شادو. يعني هنا
بنفس الفرشة الكبيرة علشان احنا عايزينه يدوب يبقى حاجة مدخنة، مش عايزين نحدد. وبعد كده اكيد هستعمله كليبستيك. وقبل ما اعمل اخر خطوة بجيب البيوتي بلندر وبمشي بيها على كل وشي. لو كان عندنا شوية كونسيلر زيادة في حتة، عايزين كمان ندمج البلاش مع الكونسيلر ويدي شكل طبيعي كده ما فيهوش خطوط حادة، فبمشي بالبيوتي بلندر مرة كمان بدمج كده. اوكي، فوق عيني عشان لو اعمل خطوط او حاجة كونسيلر خلاص اشيل كل زيادات الكونسيلر. اخر خطوة الماسكارا، ودي ليها اكتر من استخدام. وبنفس الماسكارا مش هحطها تاني، هسيبها almost بتنشف وهبدأ املى وجهي. وننضف شوية لو في حاجة طالعة كده. وبس خلاص، وبكده الفيديو يكون خلص. ارجو انه كان مفيد بالنسبة ليكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة بتاعتي علشان تشوفوا فيديوهاتي اللي جاية. اشوف وشكوا على خير. باي.